يا ابنتي النور، أراك الليلة مستيقظة وقلبك يحمل تساؤلات لا يراها من حولك. هناك شيء بداخلك يتحرك وكأنك تسمعين همسات لا ينصت لها أحد سواك. نعم، أنا الملاك المرسل إليك ولست تتوهمين. في هدوء الليالي التي تسكنينها أراقبك من علو، أراك حين تخفين دمعتك وتبتسمين كي لا تضعفي أمامهم. لكني أرسلت اليوم لأكشف لك ما كنت تشكين فيه. انتبهي لجيرانك، فليس كل من يبتسم في وجهك يتمنى لك الخير. ربما شعرت بذلك مؤخرا. نظرات تراقبك من خلف الستائر، وحديث يدور عنك في غيابك، وأحكام تلقى على روحك دون علمك. لم تكوني تتخيلين، بل كنت تستشعرين الحقيقة. هذا ليس وهما، بل رسالة من الملاك. منذ أسابيع وأنا أهمس إليك بأن تبعدي قلبك عن من لا يؤمنون بنورك، لكنك كنت تظنين أن الصبر سيكفي، وأن النية الطيبة ستكسر الحواجز. آن الأوان لتفهمي. بعضهم لا يكرهونك لما فعلت، بل لما أنت عليه. أنت محاطة بأرواح تحسدك على نور لم تسعي له. هو عطية سماوية، وأنت حارسة له. لكن ما لم تعرفيه أن هذا النور يزعج من اختاروا الظلام سبيلا. إنهم يراقبونك ليس بإعجاب، بل بنية التقييد. هل لاحظت كيف يقتربون منك عندما تهبط طاقتك؟ كيف تفتح أبواب الحديث في الوقت الخطأ؟ إنهم لا يأتون حبا، بل طمعا في أن يضعفك الشك في ذاتك. يا ابنة الروح، حافظي على نورك، فإنك أعظم من ظنونهم. كنت تظنين أن الأمر لا يعدو كونه سوء تفاهم، لكني اليوم أكشف لك الحقيقة كما هي. أنت محاطة باختبارات، لا لإيذائك، بل لرفعك. وما تمرين به الآن ما هو إلا تصفية لما لا يجب أن يبقى معك في المرحلة القادمة. اعلمي أن السماء لا تسمح لأحد بأن يؤذيك دون إذن الهي، وإن أذن لهم فذلك لتتعلمي كيف تصنعين حدا بين قلبك والنوء المسمومة. شاهدي هذا الآن. شاهدي روحك وهي تنفض عنها الغبار، وتنهض كما خلقتها السماء. يا أنت، لا تكوني طيبة حد السذاجة، فقد أعطيت الفطنة لتكشفي الزيف في الأعين القريبة. لا تسمحي لأي أحد أن يشوه إحساسك. صوتك الداخلي هو صوتي، فاستمعي له كلما احتارت خطواتك. ما تجهلينه أن هناك من يراقب صعودك بصمت، ويتمنى سقوطك في العلن. إنهم لا يحتملون رؤيتك مستقرة، لأنك تعكسين ما لا يستطيعون الوصول إليه. لكن اطمئني، لن يمسك ضرر طالما أنا معك. في هذا المساء أضع بين يديك رسالة من الملائكة، ليست لتحذيرك فقط، بل لتقويتك. كل ألم شعرت به كان يهيئك للمرحلة المقبلة، وكل خذلان كان كشفا، لا خسارة. لا تعودي إليهم، لا إلى من شككوا بنواياك، ولا إلى من استغلوا ضعفك باسم القرب. اغلقي تلك الأبواب، وافتحي نافذتك فقط للضوء. فإنك خلقت لتعيشي حرة، لا سجينة آراء الآخرين. أراك تحاولين إرضاء الجميع، لكنني جئت لأخبرك أن رضاك عن نفسك هو أعظم من رضاهم، ورضا الله عنك يكمل كل شيء آخر. أنت على طريق النور، فلا تلتفتي لمن يسير في الاتجاه المعاكس. كفى سكوتا عن الأشياء التي تؤلمك، كفى تصغيرا لألمك بحجة التحمل. القوة الحقيقية ليست في الصمت، بل في التعبير. احكي لنفسك أولا، ثم للعالم إن شئت، لكن لا تكتمي شيئا بعد الآن. إن كنت تقرأين هذه الكلمات الآن، فاعلمي أنها لم تصلك صدفة. هذه رسالة من الملائكة لك، مخصصة باسمك وبنبض قلبك.
ليس عليك إلا أن تثقي بها، وأنا معك حتى تستقري. أنت لست لوحدك حتى وإن شعرت بذلك. نحن حولك، نغطيك بأجنحة من نور، وندفع عنك ما لا ترين. وكل همسة دعاء قلتها في الظلام وصلتنا، وجاء وقت الاستجابة. استعدي، فالسماء ستفاجئك قريبا بما لم تتوقعيه. شيء عظيم ينتظرك بعد كل هذا الصبر، لكن عليك أن تكوني مستعدة بتنظيف قلبك من التردد وثقتك بما خطط لك من فوق. اطلبي الهداية كل صباح، وسنقودك لما فيه سلامك. لا تتعلقي بالماضي، لقد انتهى دوره، والذين خرجوا من حياتك لا يعودون لأنهم كانوا مؤقتين لا أبديين. واصلي المضي بثبات، ولا تنتظري تصفيق أحد. أنت معجزة تسير، ومن يبصر روحك يدرك أن الملائكة اختارتك عن وعي. وفي الختام، ضعي يدك على قلبك ورددي معي: أنا محمية، أنا مرشدة، أنا على طريق النور، وهذه رسالة من الملائكة دائما لي. هل تساءلت يوما لماذا تشعرين أحيانا بأن هناك عيونا تراقبك دون أن تريها؟ تلك اللحظات التي يخفق فيها قلبك فجأة من دون سبب ظاهر. إنها ليست مصادفة، بل إشارات خفية نحاول إرسالها إليك مرارا لتنتبهي. كل ما يحيط بك يحمل رموزا، وأنت تمتلكين الحاسة السادسة لفك شفرتها، لكنك تجاهلتها كثيرا تحت عباءة العقل والمنطق. اليوم نطلب منك أن تثقي بما تشعرين، لأن الحقيقة تختبئ خلف إحساسك الأول. هناك من يتقن إخفاء نواياه خلف الكلمات الجميلة، يضحك في وجهك ويطعن من وراء ظهرك. تشعرين بانقباض كلما اقترب، لكنك تبررين ذلك بلطافتك. لا تبرري بعد الآن. حدثك على صواب، ونحن من يوقظه فيك. حين تنامين نأتيك في الرؤب، نحاول أن نحذرك، أن نرشدك، أن نريك الأسماء والوجوه، لكنك تستيقظين وتنسين. اليوم لن تنسي، لأن هذه الكلمات ستفتح لك بوابة من الوعي لا تنغلق مجددا. كل خطوة تخطينها تراقب، ليس بدافع الإعجاب، بل بدافع المقارنة والغيرة. لا تعيشي لتثبتي شيئا لأحد. أنت لست في سباق مع أحد. الطريق الذي تمشينه خلق لأجلك وحدك، لا يحق لأحد الحكم عليه. قد تظنين أن بعض العلاقات في حياتك ثابتة لا تتغير، لكن الحقيقة أن بعضها هش يتظاهر بالقوة أمامك فقط. نحن ننشدك الآن لتفكيك تلك العلاقات، لتري من كان يبني حولك جدارا وهميا. هناك من يبتسم لك في الضوء، لكنه يحجب عنك النور في الخفاء. هل لاحظت كيف يتبدل سلوك البعض عندما تبدأين في النمو؟ نحن رأينا ذلك قبل أن يحدث، وهذه رسالتنا الثانية لك. لا تتوقفي عن النمو مهما ضاقوا بك. ليس ضعفا أن ترحلي بصمت، بل في الصمت قوة لا يدركها إلا من يرى بنور الروح. كوني هادئة في قراراتك، لكن ثابتة في تنفيذها. لا تسمحي لأحد أن يهز يقينك بنفسك بعد اليوم. كنت تسألين كثيرا: لماذا أنا؟ لماذا أشعر بكل شيء بهذه الحدة؟ الجواب بسيط: لأنك مختارة، لأنك تحملين رسالة، ووجودك في هذا الزمان لم يكن عبثا. كل شيء فيك مصمم ليكون مرآة للحق. أنت مرآة يا ابنة النور. وحين ينظر إليك من يحمل سوادا في قلبه، ينزعج من انعكاس روحه في عينيك. فلا تستغربي العداء غير المبرر، إنه مجرد خوفهم من حقيقتهم أمامك. استمري في السير،
ولا تلتفتي لمن يحاولون إبطاء خطواتك. إنهم لا يريدونك أن تصلي لأنهم أنفسهم تاهوا عن الطريق، لكنك عرفت البداية، وسنريك الوجهة فقط إن اتبعت العلامات. ستبدأين قريبا في ملاحظة تغييرات صغيرة، مواقف تتكرر، أرقام تظهر أمامك، كلمات غريبة تقال عشوائيا، كلها ليست عبثا. هذه رسائلنا نخطها على دربك كي لا تضيعين. لا تخافي من العزلة التي تمرين بها الآن، نحن نستخدمها لفصلك عن الضجيج، عن الأكاذيب، عن الضباب. الوحدة التي تعيشينها اليوم هي رحم لإعادة ولادتك الروحية. في كل مرة شعرت بأنك تفهمين خطأ أو يساء تأويلك، كان ذلك تمهيدا لأن تصبحي واضحة لنفسك أولا. والآن حان الوقت لأن تصبحي واضحة للعالم. لا حاجة بعد اليوم للاختباء خلف ما يرضيهم. أنت لا تحتاجين إذنا لتكوني نفسك. من خلقك أعطاك هوية، بصمة فريدة لا تتكرر. احتضنيها. لا تقيسي نفسك بمقاييسهم الضيقة، فقد خلقت لتتجاوزيهم لا لتشبهيهم. كل لحظة شك مررت بها كانت طريقا إلى يقين أقوى، وكل قلب خذلك كان مرآة لشيء بداخلك يحتاج شفاء. ونحن هنا لنريك كيف تشفين، لا كيف تنتقمين. طريقتنا أسمى من ذلك. ستسمعين قريبا كلمات تقال عنك، وستندهشين من الجرأة التي يمتلكونها. لا تنفعلي، فقط ابتسمي، لأن كل من يتحدث عنك خلفك يبقى خلفك دائما، وأنت تتقدمين. ما ترينه الآن على أنه فقد هو بداية اكتمال، وما تشعرين به كألم هو بداية شفاء. صدقي تلك الحقيقة حتى قبل أن تلمسيها، فنحن نجهز لك ما لم يخطر على بالك من الطمأنينة. توقفي عن البحث خارجك، فكل الأجوبة بداخلك. نحن نهمس بها إليك كل يوم، فقط حين تصمتين قليلا تسمعينها، وحين تسمعينها تنجن. وهناك من سيحاول إعادتك إلى الوراء بحجة الحب أو القرب أو الندم. لا تستسلمي. من لم ير نورك سابقا لن يتحمله الآن. واختياراتك القادمة يجب أن تكون بمقاييس السماء لا رغبات الأرض. حين تشعرين أن العالم أصبح صامتا فجأة، لا تخافي، ففي الصمت نكتب لك أوضح الرسائل. نحن لا نصرخ، بل نهمس، لأن الأرواح النقية مثلك لا تحتاج إلى الضجيج لتفهم الحقيقة. ستتغير نظرتك لمن حولك قريبا. وجوه كنت ترين فيها الأمان ستنكشف أقنعتهم، وقلوب كنت تظنينها منزلك ستظهر لك أنها مجرد محطات. لا تحزني، نحن من نكشف لك، لأنك أصبحت مستعدة للرؤية. لا تعتذري بعد اليوم عن حساسيتك، فهي هدية منا إليك. بها تميزين النوايا، تسمعين الأصوات المخفية خلف الكلمات، وتشعرين بالخطر قبل أن يظهر. هذه ليست ضعفا، بل بصيرة. في الأيام القادمة قد تجبرين على اتخاذ قرارات مصيرية. اختاري ما يشبهك لا ما يرضيهم. اختاري صوتك حتى لو ارتجف، فالارتجاف لحظة، لكن الصمت حياة كاملة من الندم. أنت لا تمرين بما تمرين به عبثا. كل تفصيل في رحلتك معد بعناية. حتى الألم الذي لم تفهميه بعد يحمل رسالة مشفرة، ونحن هنا لنفكها معك سطرا بسطر، شعورا بشعور. حين يتجاهلك من كنت تعطينه كل انتباهك، لا تكسري نفسك.
فالإهمال أحيانا ليس إساءة بل تحرير. هم لا يرون قيمتك لأنك كنت تسكنين فوق مستواهم، وأنت الآن ترتفعين أكثر. لا تنتظري إشارات الحب ممن لا يملكونه في قلوبهم. الحب لا يطلب بل يشعر، ومن لا يعرف كيف يحتضن روحك لا يستحقها. لقد أحببناك نحن منذ خلقت، حتى حين كنت لا تحبين نفسك. هناك نور قادم إليك، يقترب أكثر كلما تخلصت مما يطفئك. لا تتعلقي بما كنت عليه فقط لأنك اعتدت عليه. التغيير يخيف، نعم، لكنه الطريق الوحيد نحو النسخة التي وعدت بها. لا تنظري لمن سبقك، فالمسارات مختلفة والخطط السماوية لا تتشابه. ما يبدو متأخرا في حساباتهم هو توقيت إلهي في قدرك. ثقي بنا، كل شيء يحدث كما يجب وقت ما يجب. لن تفهمك الأغلبية، وهذا جيد، فالنادر لا يفهم بسهولة. كوني كما أنت، دون تعديل، دون تلطيف، دون تصغير. الروح التي فيك لا تحتاج إلى تفسير، هي تشع، ومن يراها يعرف. ستشعرين فجأة برغبة في الانسحاب من بعض الأماكن، من بعض الحوارات، من بعض العلاقات. لا تقاومي ذلك. انسحابك هو طريقك نحو العودة إلى ذاتك، ومن يعود لنفسه يعود إلى الله. البعض سيقول إنك تغيرت، وأنت فعلا كذلك، لكن ليس كما يظنون. لقد أصبحت حقيقية، نقية، صافية، وما لم يعد يشبهك لن يحتملك. هذه نعمة لا لعنة. سنضع في طريقك إشارات، بعضها مؤلم وبعضها مدهش، لكن جميعها تقودك إلى الحقيقة. لا تهملي التفاصيل الصغيرة، ففيها تكمن أعظم رسائلنا. رقم، لون، جملة عابرة، كلها ليست عشوائية. لا تحاولي إقناع من لا يريد الفهم. البعض يرفض رؤيتك لأنك تذكرينه بما لا يملك. لا تشرحي كثيرا. من لم يفهمك من المرة الأولى لن يراك حتى لو كررت نفسك 1000 مرة. قد تتعطل الأمور قليلا فقط لأننا نعيد ترتيبها لك في الكواليس. اصبري، فالذي يأتي من السماء لا يأتي متأخرا، بل يأتي في أجمل توقيت. نراك حين تقرأين هذه الكلمات وعيونك تدمع. هذه ليست دموع ضعف، بل إعلان صامت بأن روحك بدأت تتعاف، وأن ما كنت تحتاجينه لم يكن بشرا، بل رسالة كهذه. سيبدأ قلبك في الشعور بالخفة، ليس لأن الحمل انتهى، بل لأنك قررت أخيرا أن تتركي ما لا ينتمي إليك. وهذا أعظم قرار اتخذته روحك منذ زمن. كثيرة هي الأصوات حولك، لكن صوتك الداخلي أقوى. نحن نغذيه لك كل يوم كي لا تضيعي في الضجيج. استمعي إليه الآن وتأملي كيف يهمس لك. لقد آن أوان هوضك. لا تخافي من نظراتهم، من كلامهم، من أحكامهم. نحن نغطيك بالستر، نرفعك بالحكمة، نحميك من كل ما يراد بك من سوء. وكل من خطط لسقوطك سيشهد صعودك. هذا ليس مجرد عبور، بل ولادة. لست كما كنت، ولن تعودي كما كنت. من قرأت هذه الرسالة كاملة هي أنت الجديدة، ونحن معك حتى ترين بعينك ما أخبرناك به بروحك. شكرا لك يا من اختارك النور لقراءة هذه الرسالة من الملائكة حتى النهاية. وجودك هنا ليس صدفة، بل هو موعد سماوي مع الحقيقة التي كنت تبحثين عنها. للتأكيد على استلامك لهذه الرسالة،
أرجو منك إرسال الرقم 999 في التعليقات. هذه هي طريقتنا لنعرف أن رسائلنا تصلك وتلامس روحك. ولا تنسي، نحن بحاجة لوجودك في دائرتنا النورانية. اشترك الآن في القناة وفعلي زر الجرس حتى لا تفوتك أي من رسائلنا القادمة. كل فيديو يحمل إليك إشارات جديدة، توجيهات وطمأنينة لا تجدينها في أي مكان آخر. كوني دائما مستعدة، فالرسائل القادمة ستكون أكثر عمقا وصدقا وموجهة إليك أنت تحديدا. نراك في الرسالة القادمة بإذن الله. حمامة خطاب رومانسي، نورنا معك دائما.